قصيدة راح تفاجئهم بها، لو راح تكون هي قصة معروفة بالنسبة لهم. الخيار إلك ونسمع القصة والقصيدة. اوكي. قبل ما تحكي اي شيء اذا مو عاطفية لا هو يعني ناويها علي ناويها. شوف خلي اكون صريح بك، كل قصائدي مكتوبة يعني عن حادثة، كل ما عدا قصائدي اللي بالبداية. احنا نريد اللي تتوجها، القصيدة اللي تتوجها بهاي الفقرة. يعني اقرب حادثة لي صراحة انا شفت بحظ غير شيء، لكن بعد تعرف مرة من المرات صار عندنا مهرجان بالجامعة التكنولوجية اللي هي جامعتي، المهرجان كان قطري. زين. بالمهرجان كان صادق الجهلاوي تحياتنا له، والشاعر الجميل والحبيب احمد عجيمي. تحياتنا. احبك احمد. المهرجان كان قطري. طبعا هي بجامعتي. زين. فكنت قاعد موجودة؟ كنت قاعد بالمهرجان. تمام. كنت محضر لها قصيدة بس ما قاريها لها، مخليها مفاجأة، احنا كان عندنا خلاف يعني. فقاعد انا بين الجمهور، الجمهور كان كلش هواية. دخلت هي وصديقاتها قدام وانا انتهيت يعني مكاني ما ضعيف امامها؟ يعني فوق ما تتصور. والله العظيم. حيل. طبعا سابقا هسه يعني الوضعية اختلفت. احنا حكينا على الحالة بعدين تحكي لي على هسه. ف من دخلت انا يعني وضعيتي كان صديقي محمد من الاعلام. رخيت. قلت له محمد بعد ما اقدر، ردت بس اصعد لان هي عندها محاضرات اخاف تطلع من المهرجان. وما تسمع الفصل. الحظ اللي صادفني انه انا شلت مسك ختام بالمهرجان. مو مشكله. صادق الجهلاوي كان من الطرف الاخر طبعا. انطونا شكليت. يمكن هسه يشوفها صادق الجهلاوي. فصادق شمر له شكليته قال هاي احتفظ بها ذكرى من يمي لك، وانا شمرت له شكليته من يمي قلت له هاي هم احتفظ بها ذكرى لك. فخليتها بجيبي. انتظرت الان اجى دوري. طبعا المهرجان كلش هوايه. ابو علي. يا ابو علي. فصعدت على المنصه ابوع يعني على الجمهور هواي وانا اشوفها. المهرجان طول حوالي ساعه ونص، ادور عليها ما القاها. اباوع بين الجمهور والله العظيم. صادق. اباوع بين الجمهور بس اريد اشوفها. ماكو قلت يعني بس لا طلعت. فمن استهلت القراءة قلت لهم لانها يمكن موجوده لان ما ادري بيها. حلو. فبديت اقرا بالقصيده، بديت استرسل بالقصيده، هستونا بديت شويه اشوف بنيه صديقاتها يقومون بيها. فقومونها هي خليتها على حلفها كانت. طلعت شويه من المنصه ظليت ابوع بها ورجع عليها ورجعت بسرعه. جريء كلش. بس شنو التفت عليها شويه وادير وجهي لان تعرف كاميرات بدات تشتغل وتصور. فاخاف يعني يديرون الكاميرا وتعرف بعد انت بالاعلام احراج وقدام العالم الشاعر الذي وهي البنيه حتى حفاظا عليها. فبقيت اقرا شويه والتفت وهي باقي وقت بس خليتها على حلقها. من كملت القصيده طلعت من يم يعني فاتت انا ما عندي خلاف كان بوقتها. حلو. قصيده كنت قاريها اول مره انا ما قاريها ابد. فكان ما كان عندي شيء اعطي لها، ما كانت عندي فد شيء بداخلي. بس لا شكليتها تصادق راحت. اويلي. فما قدرت. صديقتها قالت لها قلت لها كل شيء ما عندي اعطيها بس هاي الشكليته وديها لها قلت لها هاي الشكليته كلش عزيزه علي. حلو. القرآن يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، انت اليوم من تريد تعطي شيء لازم يكون ثمين غالي عليك. فقلت لها هاي اغلى ما عندي، احنا ما بجيبي فد شيء. فانطيتها لها دزتها لها. طبعا بعد فتره انا اسف جدا. صادق الجهلاوي خبرني صادق قال الشكليته مالتك انا محتفظ بها قال لك انا ما قال انا محتفظ بها. قال لي وين الشكليته مالتك؟ قلت له اكلها ابن اخويا. شو اقول له بعد؟ قال شلون ياكلها؟ قلت له والله ما ادري نسيت واكلها. شو اقول له بعد؟ فانا اسف جدا لان طبعا هي لو ما ثمينه علي وغالي عليها انا ما انطيها. فحتى تتاكد ان هي غاليه. زين البنيه ايش صار عليها هسه؟ شنو وضعك وياها قبل ما تقرا القصيده؟ لا البنيه انتهينا احنا بعد يعني. خلصت علاقتك؟ اي والله. شو نسوي بعد؟ ليش؟ شنو الاسباب؟ والله طلعهم. صراحه ما اعرف. شلون يعني؟ هو منو حبيبها غير انت؟ اي بس يعني نسال من؟ غير يعني هي سالفه طويله لازم اسولف لك.
بس مو كلها، بس يعني نقدر نختصر الموضوع او يعني بنيه يوميه تقلش كل، فما ادري يعني مزاجيه البنيه اعتقد. والله. هسه انتهى كل شيء لو اكو امل؟ لا انتهينا والله للامانه. انا هم بعد الموضوع يعني ايش تهدي لها قصيده على القصه؟ فالقصه كانت اللي قريتها لها أفاطم أفاطم تالله قد أحببتها عن حبها لا أنثني. طبعا أنا حبيت أقدم لها من خلال المنصة، لكن المنصة لأول مرة ما تخدمني مع كل الأسف. أفاطم أفاطم تالله قد أحببتها عن حبها لا أنثني، أنثى أريد بجوفها طفلا وطوعا أنحني، أنثى أريد بقلبها بيتا صغيرا دافئا وسالما ومنعما وموطني وسيدي وموللي، فكم فكم أحبها وأحبها يا ليتني قد أرتوي عطشا في عينها يا بني يعود شلونك، شنفد وراحت يم شقار عيونك، ودتنا تقول كون تقبلين بالبيت يمنا تعيشين، وتقول يم أهلك بعد لا تبقين وحتى أنا إذا تردين هم ما أبقى، طالب ويا دوب واشتغل جمعت مصروف وجبت لك حلقه، عوفيني كنت طالب ويا دوب واشتغل جمعت مصروف وجبت لك حلقه، عوفيني وابقوا وياي واعتبريني واحد ثاني، بالبيت غرفه لوق لك بيهاني، اي والله كون تقبلين ما اريد بس مروتك، زل مش كبرني وخفت منك بس ليش هو انتهى القدوتك، ناظر لك اسجد لك نذر يم الباب، ناظر اجيكم شايب وارجع شاب، ناظر لك اذبح لك عرس على القبله، تدرين ما ارتاح بس القى اثنين لو موت يمك لو البسك بدله، ناظر اكحل شيبي، تدرين ما ارتاح بس القى اثنين لو موت يمك لو البسك بدله، ناظر اكحل شيبي وسنين تعود، تبقين بردان اش عجب، تدرين حضني كف وشويه يزود، اش مالك ولك، ما اريد اصير بحالك شمشام تعلج، رايد اخطبك من هلك، واصرخ بنص كل السلف انا ايش علي، محبوبتي تخبل علي. سلامتك الله يحفظك ان شاء الله. ممتع القصه والقصيده يا الله يحفظك ان شاء الله.